سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. فيديو اليوم ان شاء الله نقدم لكم احسن سوان فيزاج تقدروا ديروه في الدار باش تقدروا تخلصوا من لي بوان نوار وحروق الشمس، لي طاش ديال الحبوب. هادشي كامل بمنتجات رخيصه ومتوفره في كل دار مغربيه، والنتيجه كتبان من اول استعمال كما قلت لكم. اذا البنات تبعوا الخطوات حتى الاخير وكنأكد لكم انكم ما غتندموش وغتستافدوا. اول حاجه البنات قبل ما نبداو في روتين العنايه بالبشره ديالنا، هي خاص نغسلوا وجهنا مزيان، ننظفوه من الرواسب اللي كتراكم طيله النهار، من الدهون والزيوت اللي كنلقاوها في البشره ديالنا. بطبيعه الحال اما كنستعملوا لي جيل نيطوايو ولا كنستعملوا الصابون. وانا شخصيا البنات كنستعمل جيل نيطوايون ديال لا مارك سيغاف، الصراحه غزال وكينقي الوجه، زوين الصراحه، تيخلي البشره ديالك رطبه وزوينه، تيحيد لك لي طاش، يحيد لك هذوك الحبوب الصغير. وراه كاين كما قلت لكم على حساب نوع البشره. انا عندي هذا ديال البشره المعرضه لحب الشباب، والصراحه انا والمني. وكمعلومه البنات اللي كيستعملوا الصابون، حاولوا انكم تبعدوا للصابون اللي فيه الريحه. احسن حاجه تستعملوا الصابون اللي ما فيهش الريحه. واغلبيه ديال البنات كنعرف كيستعملوا صابون الطوس، كيقولوا على انه صابون زعما زوين وكيعطيهم نتيجه زوينه. الخطوه الثانيه البنات هو المقشر غنقدم لكم ان شاء الله مقشر سنيده كما كتشوفوا مع مطيشه. هاد المقشر كيليق لجميع انواع البشره. خليكم من دوك المقشرات ديال سنيده مع الزيوت، احسن واحد تقدروا تستعملوا هو هذا. وكاين هاد المقشر تاني ديال الكوك كما كتشوفوا، هذا هو الكوك مع ياغورت طبيعي مع دانون مسوس، حتى هو غزال وخفيف على الوجه وزوين. من وراء هاد الخطوه البنات ندوزو باش نحلوا المسام اللي عندنا في الوجه ديالنا. غادي ناخذوا الماء دافئ مع خزامه ولا مع الورد او مع البابونج، وغتلقيو ليه وجهكم تقريبا مده 5 دقائق حتى يتحلوا دوك المسام اللي عندنا في الوجه. انا شخصيا كنستعمل اغلبيه الخزامه، كنلقي وجهي الماء دافئ باش يتحلوا ليا المسام، باش يسهل عليا نحيد لي بوان نوار. وهذا الشيء نيت راه هو اللي تيكون في الصالونات، غير حنا غادي نستعملوه في الدار بطريقه امنه، بطريقه اسهل. او ممكن نستعملوا البنات هاد الفوطات الصغار نديروهم في الماء سخون ونحطوهم على وجهنا تيتحلوا لنا المسام. اذن البنات الطريقه كيفاش غادي نحيدوا لي بوان نوار من الوجه ديالنا، غنستعملوا هاد الفليل ديال باتشا، راه تيتباعوا بدرهم، تكون باكيه عامره. او غادي نستعملوا هاد الاله هادي ديال الكلينر كوسميتيك، كتحيد لي بوان نوار من الوجه، كتخدم بالضو، كتشارجا، فيها بزاف ديال الريوسه، كما قلت لكم. وصراحه زوينه وعمليه وسهله، ما كتجرحش وما كتضرش. واللي ما عندوش الامكانيات انه ياخذها كيف ما قلت لكم، يقدر يستعمل الفليل ديال باتشا ويحاول يزول به لي بوان نوار اللي كاينين في الوجه، خاصه في منطقه الانف والذقن والجبهه. من بعد البنات كنستعمل انا هذا الماسك، هذا بلاك ماسك، خديته ب25 درهم. هو قناع اسود للوجه، كيحيد الرؤوس السوداء وكيساعدنا على ازاله هذوك الرؤوس السوداء اللي عندنا في الوجه ديالنا اللي ما قدرناش نحيدهم. ودابا البنات غنتقل باش نشارك معكم هذا الماسك. اش نقول لكم البنات، واحد الماسك راه غزال وخطير، كينقي البشره، كيفتحها، كيوحد اللون، كيحيد لي طاش الا داومتو عليه. الصراحه غزال، ما نقدرش نوصف لكم صراحه شحال زوين الوجه وشحال كينفع الوجه. اذا البنات هذا الماسك كيتكون في الاساس من الحمص
الروز، النيدو، النشا ودانون مسوس. الطريقه كيفاش؟ بطبيعه الحال الحمص والروز غادي تطحنوهم وغادي تخلطوهم كاملين مع النشا مع نيدو. انا شخصيا دايره واحد القرعه كبيره مخلطه فيها هادشي، وكنستعمل منها تقريبا 2 معلقات مع مع 2 معالق ديال دانون مسوس. كنديروهم على وجهي وكتخليهم تقريبا حتى كينشف، تقريبا 30 دقيقه ينشف، ومن بعد كتديروا حركات دائريه بحال الكوماج وكتغسلوا وجهكم بماء دافئ. الصراحه البنات هذا الماسك راه ما كاينش بحالو، وكيحمق وكما قلت لكم بالتجربه وغزال، وغترحموا لي عليه والديا، حيت الصراحه راه جربت بزاف ديال الماسكات. هذا الماسك هذا راه زوين وكينفع البنات اللي كيتعرضوا للشمس، صراحه راه غزال. اذا البنات من وراء ما نغسلوا وجهنا ونساليو هاد المراحل كاملين، جا الوقت باش نسدوا المسام من الوجه ديالنا. لان احسن حاجه تقدروا تستعملوا هي الثلج، والثلج راه مهم بزاف للبشره، كيجبد البشره، كيساعدنا على ازاله التجاعيد من البشره ديالنا، كيخليها اكثر اشراقه، كيخلي في هذاك لي في بحال لا بريونس كتبري. الثلج زوين بزاف للبشره ديالنا. البنات غنستعملوا ماء الورد نرشو على الوجه ديالنا، وفي الاخير غادي نرطبوا الوجه ديالنا باستعمال اي كريم كتوفروا عليه. وانا شخصيا كنستعمل كريم ديال سيغاف، كريم ادغامطون ديال سيغاف، الصراحه زوين غزال، كيحيد لكم الحبوب، كيحيد لي طاش. تستعملوه تحت من الكريم سولير ديالكم، صراحه زوين، وكيدير تقريبا 100 درهم 104 دراهم 120 درهم على حسب كل بارة والثمن اللي فيها. وفي الاخر البنات الكبيدات ديالي، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا بزاف من هذا الفيديو. ما تنساونيش من الدعم ديالكم، من البارطاج، اللايك، الكومنتيرات الزوينه ديالكم. خليوا لي معكم واحد سبسكرايب، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.